بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا تدبر الجزء الأول من كتاب الله عز وجل، وهو تدبر سريع وعرض لمواضيع هذا الجزء لا يغني عن القراءة في كتب التفسير، كما ذكرنا ذلك في مقدمة هذه السلسلة. في الجزء الأول من كتاب الله عز وجل نقرأ سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي سورة الصلاة، لنقرأ الثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم نذكر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ونحن نوقن بأنه سيعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ننتقل إلى أن ندعو الله عز وجل بأعظم ما يريده كل إنسان في هذا الوجود، وهو أن يهديه الله عز وجل إلى الطريق الصحيح في هذه الحياة الدنيا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعض من نزل عليهم الكتاب من الأمم السابقة غضب الله عليهم فابتعدوا عن صراط الله عز وجل، وهم اليهود، وبعضهم ضلوا عن السبيل وهم النصارى. فنحن نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون منهم ونحن نقرأ هذا الكتاب الكريم. السورة الثانية في كتاب الله عز وجل هي سورة البقرة. هذه السورة التي فيها مواضيع متنوعة كثيرة جدا من أحكام ومواعظ وقصص السابقين وغيرها مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. بدأها الله عز وجل بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليبين لقارئ القرآن أن هذا الكتاب ليس فيه شك أبدا، وأن هذا الكتاب هداية لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. ونريد أن ننتبه هنا إلى كلمة المتقين، لأنها ستأتي معنا كثيرا خلال تدبر هذه السورة بالذات وتدبر السور الأخرى في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر الله لنا صفات المؤمنين المتقين في 5 آيات، ثم ذكر لنا صفات الكافرين، ثم ذكر لنا صفات المنافقين في 13 آية، حتى نحذر منهم ونحذر أيضا أن نكون منهم، لتنتقل بنا الآيات بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو الحكمة والغاية من وجودنا في هذه الأرض، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتحقيق التقوى الذي بدأنا به في أول السورة يبدأ من هنا بعبادة الله عز وجل، وسيأتي مرات أخرى معنا في خلال هذه السورة. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تمضي الآيات بعد ذلك ليقص الله عز وجل علينا قصة بدء الخليقة مع آدم عليه الصلاة والسلام، كنموذج ممن خلق قبلنا، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله عز وجل الحكمة من وجود آدم، وتخوف الملائكة من سفك الدماء إن جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض. ثم تأتي معنا الآيات لتذكر لنا تفاصيل قصة آدم عليه الصلاة والسلام. ثم تمضي الآيات بنا إلى قصة أخرى سيطول الكلام فيها كثيرا في هذه السورة، وهي قصة بني إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وهو نموذج آخر ممن هو قبلنا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لنقرأ في وصايا الله عز وجل لبني إسرائيل 15 أمرا ونهيا. ثم تمضي بنا الآيات لتقص علينا أحاديث متعددة وأخبارا مما حصل مع بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فامتن الله عز وجل عليهم بأنه نجاهم من كيد فرعون ومن عذابه وبأسه. ثم تمضي الآيات بعد ذلك لتقص علينا أحوالا أخرى في مجادلتهم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب عليهم أن يصدقوه ويطيعوا ما جاء به من عند الله عز وجل، ولا يجادلوه في قصة البقرة التي أمروا بذبحها. وقد سميت هذه السورة بسورة البقرة إشارة إلى هذه القصة، فأمروا بذبح بقرة فجادلوا وحاوروا حتى ضيق الله عز وجل عليهم، حتى لا نكون نحن المسلمين مثلهم،
فنسمع ونطيع أمر الله عز وجل دون جدل ودون تردد، لأن الكتاب لا ريب فيه ولا شك فيه. ثم تمضي بنا الآيات بعد ذلك أيضا إلى كره بني إسرائيل لملك عظيم من ملائكة السماء، وهو سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي أوحى ربنا سبحانه وتعالى بهذا القرآن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فهم كانوا يكرهونه، وإذا كرهوه كرهوا هذا الكتاب، وإذا كرهوا هذا الكتاب كفروا بالله عز وجل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم تمضي الآيات ونحن نقرأ مع هذه السورة في قصة النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ. والنسخ هو أن الله عز وجل يلغي شريعة نبي سابق ويأتي بشريعة جديدة. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة، وأمر الله جميع الخلق أن يتبعوا هذه الشريعة ومنهم اليهود، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فما هي الشريعة التي يريد الله عز وجل من البشر جميعا من يهود ونصارى وعرب وعجم أن يتبعوها؟ هذه الشريعة هي دين الأنبياء جميعا، هي دين إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي كان مسلما خاضعا لله مطيعا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الكعبة التي ستكون قبلة للمسلمين وتكون قبلة يتوجه إليها كل مسلم في صلاته، يريد الله عز وجل أن يجمع الناس جميعا على ملة إبراهيم وعلى الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى نطيع الله عز وجل. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين لنا كيف أن أنبياء الله السابقين من ذرية إبراهيم كانوا يوصون أولادهم بهذه الوصايا، وهي اتباع دين الله عز وجل. ثم نأتي في خاتمة هذا الجزء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهي قصص سابقة نأخذ منها العبرة، ولكننا لا نحاسب، فحسناتهم لهم وسيئاتنا علينا. فهي أمة مضت لنا من قصتها الحكمة والعبرة، والحمد لله رب العالمين.